بص لا يكون حد دفنه والله. حد ايه؟ دفنه يا عم. دفنوا ايه؟ دفنوا انت عبيط. يعني انت فاكر ان انا هسكت او حتى هجيب ورا منهم واخاف منهم مثلا؟ لا يا احمد، دي لسه البدايه والاغنيه الجديده هتعرفهم انا مين كويس. السلام عليكم. عارف ان الكلام اللي هقوله دوت هيبقى غريب على كل الناس، بس انا عايز الكل يركز معايا في كل كلمه انا هقولها دلوقتي. تمام؟ دلوقتي كله دلوقتي بيقول فين الحسن؟ الحسن فين؟ الحسن فين؟ انا هقول لكم الحسن فين. الحسن، بصوا قبل ما اقول لكم هو فين دلوقتي انا عايزكم تركزوا معايا في كل كلمه انا هقولها لكم دلوقتي. صلوا على النبي. بعد اغنيه مطرقعه ما نزلت بكام ساعه طلعت ترند، ففي تهديدات كتيره جت لحسن من ناس مشاهير جدا. انا عارف واحد منهم بس مش هينفع اقول اسمه لما اتاكد منه بالظبط. فبعد كام ساعه الحسن اختفى. فطبعا انتوا، انا وش جديد، يعني انا لسه دلوقتي انتوا ما تعرفونيش. عارف ان انا ماليش اي علاقه هما مع بعضهم مشاهير او كده اهوت. انا اني انا من متابعين الحسن والحسين من زمان قوي 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 قوي. بس هقول لكم حاجه كده اهوت تديكم شويه وتريح بالكم. التعليقات عند حسين، التعليقات كلها مكتوب اسم واحد بس، الاسم ده هيظهر على الشاشه. ايوه هو ده. بس انا ما قلتش حاجه، التعليقات والناس هي اللي بتقول. بس انا كمحمود احب اقول لك انه مش الشخص ده خالص. فانتظروا الجزء الثاني.